تركيب المنطقة من جديد. الكلام اللي اتكلمته كوندريزا رايس عن الفوضى الخلاقة اللي هي الفوضى المدمرة قبل ذلك هو كلام بنشوفه على أرض الواقع الآن. تدمير مؤسسات الدولة، أن يكون هناك صراع مجتمعي، أن تكون هناك صراعات بين التناقضات ثم تثمر زي ما بتقول هي بعد كده تثمر عن شيء خلاق في لحظة ما. أي خلاق؟ هل تسمح كوندريزا رايس ولا يسمح الأمريكيون بفوضى وتكون لها أجندة؟ اقرأي ما نشر اليوم من تحقيقات في جريدة الأهرام. أكثر من 47 حزب سياسي دربت كوادرهم في المعهد الديمقراطي الأمريكي والمعهد الجمهوري الأمريكي. يجب أن يكشف الأسماء. ناس خدت مليار و200 مليون في الفترة من فبراير إلى نوفمبر. الحملة المنظمة ضد الوطني، ضد رمز الوطنية الآن دكتورة فايزة أبو النجا. هذه سيدة محترمة. أيوة صحيح. قيمة حقيقية. يفوش المدفع دلوقتي يا أستاذ مصطفى. يوسفني القول يا أستاذ خالد. وأقلام مصرية تقول لها كنت فين من يوسفني القول يا أستاذ خالد. الحساب العسير إني أقلام مسمومة في الصحافة المصرية. صحيح. وأبواق تنعق في بعض الفضائيات تحاول أن تسيء إلى هذا الوجه الوطني المحترم. الست دي طول عمرها مواقفها حتى في ظل النظام السابق كان لها مواقف واضحه في قضيه حوض النيل، في مواجهتها لاشياء كثيره جدا كانت تتم داخل الحكومات السابقه. ايه اللي يخليها تعمل كده؟ طيب عند النقطه دي يا استاذ مصطفى عاوز اقول ان حضرتك ان في اثر التفتيش على بعض هذه المنظمات اللي بتشتغل داخل مصر وجد تاكيدا لكلام حضرتك ان في مؤامره وفي تقسيم ومخطط تقسيم مصر. دي حقيقه ولازم ما ننكرهاش ونواجهها. الشرق الاوسط كله وجدت خرائط منزوع منها حلايب وشلاتين ومنزوع منها النوبة في مقر هذه المنظمات. تصادف مع ذلك بقى أو تزامن معاه الهجوم من نواب في الكونجرس الأمريكي على شخص الوزيرة فايزة أبو النجا. ثارت سائرة أمريكا على إزاي إن احنا نمارس حقوقنا ونطالب بوضع ضوابط لهذه المنظمات وهداده بقطع المعونة. عند استنهاض الهمة الوطنية وفي أعقاب المبادرة الكريمة لفضيلة الشيخ محمد حسان والتجاوب الشعب الرهيب بدأ يحدث تراجع في الموقف الأمريكي تاني. يقولوا لا المعونة العسكرية موافقين عليها. وكان على أثر ذلك كيف تقرأ زيارة الجنرال ديمسي وهو رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وهو أكبر شخصية عسكرية أمريكية. ومنتظرين زيارة جون ماكين اللي هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري اللي إحدى منظماته تم تفتيشها وثبت عليها المخالفة. شوف يا أستاذ خالد، لنا في الموقف الإيراني عظة وعبرة. اتفضل. شوف أمريكا بتعمل إيه مع إيران وشوف إيران كيف تتحدى هذا الطاغوت الغربي والأمريكي. شوف عملوا إيه مع حماس وشوف حماس كانت بتعمل إزاي. شوف عملوا إيه مع حزب الله وشوف حزب الله تعمل إزاي. أنا عايز أقول إنه الأمريكان عندما يجدون قوة تواجه يتراجعون. ليه؟ مصالحهم الاستراتيجية في مصر وفي المنطقة أكبر من إنها يعني يتم شطبها بسرعة كده من أي صانع قرار أمريكي. المعونة اللي احنا بناخدها قيمتها كام؟ 1.3 مليار دولار. المعونة العسكرية. هل تتصوري أن هذا المبلغ لا يدخل منه زي ما قال فريق سامي عنان دولار واحد بس للخزانة المصرية؟ كلها إما معدات أو تدريبات أو غيره. القيمة السوقية الحقيقية بتاعتها 500 مليون دولار وليس 1.3. ما بيبزنسوا هم برضو حاجات بالشكل ده. كذلك الحال المعونة الاقتصادية اللي كانت 815 مليون دولار نزلت خالص دلوقتي. المعونة دي 35% منها خبراء عبر السفارة الأمريكية من هيئة المعونة الأمريكية. أغلبهم خبراء أمريكان أو متحالفين مع الأمريكان. وبتيجي الأشخاص معينين. منذ عام 2004 اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارا مخالفا لاتفاقية المعونة الموقعة سنة 78 بين مصر وبين الولايات المتحدة. مع كامب ديفيد. المعونة دي كانت بتقول انه في البند السابع لا يجوز للولايات المتحدة الأمريكية أن تتصرف وحدها وتقتطع أي مبلغ من المعونة دون التشاور مع الحكومة المصرية. جاءوا في 2004 خدوا قرار من الكونجرس الأمريكي باقتطاع جزء من المعونة لتمويل منظمات المجتمع المدني. مين هي منظمات المجتمع المدني؟ هي المنظمات التي تعمل في المجال السياسي. ما قالش هندي البيئة ولا هندي مش عارف ايه، لا ده بيدي منظمات حقوقية ومنظمات لها أجندات خاصة. ولاحظ معي زي ما البعض بيطلع يقول لك ايه، الله طب ما احنا الحكومة المصرية بتاخد والجيش المصري بياخد. دي دولة وعارفة بتاخد وبتعمل ايه. انما انت مين بقى؟ انت مين؟ انت مين وانت بتنفذ أجندة معينة؟ واعتقد ان الطرف الثالث واللهو الخفي دول هم الأساس فيه. المجموعات دي هم الأساس فيه. ليه؟ التحقيقات كشفت
انه كثير من المبالغ اللي خدها المعهد الديمقراطي الامريكي والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومركز الصحافه الدولي واحدى المنظمات الالمانيه، الفلوس دي اغلبها ما فيش ما يثبت راحت لمين، لكن يقول لك تم صرف مبلغ 1,000,000 جنيه لاسم مثلا اسمه واسم ابوه بس فقط، ما تعرفش ده مين ولا راحت ازاي. اغلب الاموال دي جت من منظمات وجهات كمان عربيه بعضها، يعني جهات، يعني مثلا مركز مش عارف ايه في المغرب يروح جايب لمنظمه مش عارف ايه مبلغ كذا، وهكذا الحال. كل ده محاوله لغسيل اموال كمان كان بيستخدم فيها الامر ده. لما اجي انا اشوف الولايات المتحده الامريكيه لماذا تعطي هذه الاموال؟ زي ما قال كولين باول قبل كده سنه 2003، وهو اللي اعلن قبل كده عن مبادره الشراكه والتنميه. قال لن نستطيع ان نقدم اموالا لمنظمات المجتمع المدني الا اذا كانوا جنودا امريكيين مخلصين. كلام واضح وصريح. موضوع منتهي. وتعالوا شوفوا تجربه يوغوسلافيا حصل فيها ايه، كيف جرى تفتيت يوغوسلافيا. الرهان على مصر. احنا بنستاذن بس معانا تليفون مستنينا بقى له مده، بس كان عشان تواصل حر كنا يعني اتاخرنا عليه شويه. دكتور حسن البرنس هو عضو لجنه الصحه بمجلس الشعب، هو معانا على الهاتف دلوقتي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. دكتور حسن. الو مع سعادتك. مساء النور. دكتور حسن معانا الاتصال ولا فقدناه؟ لا سامعكم، انا سامعكم. اتفضل. اهلا بيك يا دكتور. مساء النور يا فندم. سامعين عند حضرتك اخبار هامه. والله الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى يصلح حال مصر ان شاء الله. حضرتك شايفه المؤامرات لا تنتهي على مصر، كأننا مش من حق الشعب المصري ان يعيش في حريه ولا ديمقراطيه ولا دوله دستوريه، كأننا مكتوب علينا لازم نعيش يحكمنا حراميه ويحكمنا ديكتاتوريه، وحرام على المصريين الغلابه يعيشوا زي اي شعوب محترمه. ده اللي الواحد شايفه، وده اللي حضرتك حتى كنت بس عايزين نخش في التفاصيل شويه يا دكتور حسن. يعني عايزين نتكلم عن زياره سجن طورا النهارده. حضرتك لا، احنا سجن طورا ما زرناهوش النهارده. امال امتى؟ سجن طورا زرناه يوم الاربعاء او الامس. يوم ايوه يا فندم. احنا حضرتك كان في حاجات حصلت بعد هذه الزياره يا دكتور حسن على حد معلوماتنا المتواضعه. انه حصل تهديد للدكتور اكرم الشاعر على الموبايل بتاعه. اتصلوا بيه وبعتوا له رساله تهديد، وانا النهارده جات لي رساله تهديد مع شتيمه شديده من احد بيدعي انه منتسب لما يسمونه 20 يا ريس، وقال نهايتك قربت يا دكتور، مع شتيمه صعبه جدا على الفيسبوك. طيب ايه الاجراءات اللي حضراتكم اتخذتموها يعني؟ بالنسبه للدكتور اكرم لان تهديده جاي يوم الخميس، فعلى الفور توجه الى رئاسه المجلس والى امانه المجلس اللي قامت بالاتصال بجهات النيابه لابلاغهم عن هذا الاعتداء. انا الاعتداء النهارده ما لحقناش تروح المجلس لان كان ورانا اعداد شغل لجان والكلام ده، فضلنا نخلص اعداد لشغل اللجان بتاع بكره، اللي منه اهم حاجه تقرير اللي هنقدمه للمجلس بكره بخصوص زيارتنا لسجن طورا، مؤيده بالصور وبالوقائع وبقرائن ومستندات، يعني الشعب المصري لازم يعرفها عشان يعرف اين الحقيقه ان شاء الله. وبكره في الصباح هنقدم صوره التهديد اللي جات لنا لاداره المجلس التصرف، لان المجلس احد وظائف رئاسته الحفاظ على امن المجلس وامن الاعضاء. طيب عموما يعني على حد معلوماتنا حكايه التهديد عبر الهاتف دي سهل الوصول للي بيهدد، لان احنا فاكرين قضيه عمرو الليثي والسائق بتاعه كان عرفوا يستدلوا عليه بسرعه شديده جدا. نتمنى ان احنا نصل للمهددين يعني. برضه ممكن يصلوا له، يعني اظن ان على الفيس برضه ممكن يصلوا له ان شاء الله. عموما بنشكر حضرتك على هذا الاتصال وبنتمنى لكل مصري التوفيق في اداء عمله. بشكر حضرتك يا فندم. نواصل حوارنا. انا عايز اسال بخصوص خريطه الشرق الاوسط الجديد. حضرتك طبعا اكيد يعني ربنا يبارك لك، يعني فاكر حاجه قيلت على لسان كولين باول وزير الخارجيه الامريكي 2003، يمكن تفتكر اكتر مني لان كان سنوات قليله قبل ثوره يناير كان منشور في احد الجرائد القوميه ويمكن اكثر من جريده الخريطه بتاعت الشرق الاوسط الجديد وتقسيماتها. لماذا عندما نشرت هذه الخريطه
عبر الجرائد القوميه وقتها، ما فيش اقلام خرجت وقالت بيتهيأ لكم انتوا بتبالغوا؟ لا اتكلمنا كتير. هو طبعا الخريطه اصلا من سنه 1982 عملوها الصهاينه بالاساس. أيوة. خريطه تقسيم الوطن العربي الى كانتونات طائفيه وعرقيه. صحيح. واعاده انتاج سايكس بيكو جديد يمشي مع العصر الجديد اللي احنا فيه، بدل ما يبقى في دوله وطنيه ودوله قطريه تبقى في دوله للمسيحيين ودوله للنوبه ودوله للمسلمين ودوله سنوية. للبدو ودوله اللي مش عارف ايه، وهكذا الحال. دوله للاكراد، دوله للسنه، دوله للشيعه، دوله للجنوب، دوله لدارفور، دوله للشرق، دوله للمسلمين في الشمال. تقسيم الوطن العربي، تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، هذا هو الشعار اللي ماشيين بيه. نشر سنة 2006 ما سمي بحدود الدم، ده في مجلة القوات المسلحة الأمريكية، وتكلموا فيها على خريطة كاملة، منها تقسيم سوريا إلى فسيفساء ودويلات تلحق بلبنان وتلحق بالعراق وهكذا الحال. ونشر برنارد لويس، وهو يعني من الشخصيات الصهيونية الأمريكية القريبة من مركز صنع القرار، نشر الخريطة ومن بينها مصر، وقال مصر يجب أن تقسم إلى 4 دول، دولة للنوبة تلحق مع تاخد أسوان عاصمة ليها وتلحق مع السودان، مع نوبة السودان، ودولة للمسيحيين في الصعيد وتمشي بخط متوازي في الصحراء على وادي النطرون تبقى عاصمتها اسكندرية، ودولة للمسلمين في القاهرة عاصمتها القاهرة وتاخد المنطقة دي، ودولة في سيناء تسيطر عليها إسرائيل. طبعا ده كلام على الورق، كلام على الورق. على أرض الواقع هم ما قدروش يفهموا تركيبة الشعب المصري، ده صحيح، والموروث الثقافي والحضاري للشعب المصري، ولا قروا تاريخ الشعب المصري. وعشان كده أنا بقول إن كل الكلام اللي بيتقال ده سيرتد على أصحابه. عشان كده بنلاقي عصبية البعض ممن يقومون على تنفيذ هذا المخطط، بقوا عصبيين جدا ومن دول فشلوا ما قدروش يعملوا حاجة. يعني أولا حرب إرهاب على الإعلاميين. أنت عايزك وأنت بتتكلمي عايزة تطبطبي، وانت بتتكلم خايف لحد يعمل لك مشكله، خايف لا يقولوا دي فلول، خايف لا يقولوا ده كذا، خايف لا يقولوا ده كذا. احنا ولا العالمين كلهم؟ انا بتكلم بشكل عام. طيب بشكل عام مش حضرتك. لا معلش لا ونكون اكثر وضوحا، نكون اكثر وضوحا في مصطفى الاعلام الرسمي مستهدف. يا مستانس مستهدف طبعا لتركيعه. بص يؤسفني أن أقول الإعلام الرسمي مستهدف، بس أنتوا كمان بقيتوا بتزايدوا. صحيح. ليه؟ كل واحد على راسه بطحة. صحيح. لا بلاش، احنا مش كذا، احنا مش حكومة، احنا مش كذا. فبقينا الآن أمام فوضى إعلامية. صحيح. أما أشوف واحد يطلع لي في فضائية يقول مشكلة مصر كلها في ال 19 دول اللي لازم مش عارف يعمل فيه كذا، لما يطلع واحد يقول لك وإيه يعني لو دخل وزارة الداخلية؟ أيوه سمعتها حضرتك دي كانت إيه يعني؟ إيه الدستور عالي وإيه المشكلة؟ مشكلة مبنى، واللي يقول لك طب ما ينقلوا المبنى. ايه الاستهانه؟ كانوا يخشوا يعملوا ايه؟ الاستهانه بالبلد دي؟ ايه الاستهانه بمؤسسات الدوله دي؟ هل هكذا تدار الامور يا ايها الاعلاميون ويا ايها المسيسون؟ صحيح. هل هكذا؟ احنا الاصوات دي كنا بنسمعها هي اللي بتطبل قبل كده، وهي اللي يعني ربنا يكرمها يعني كرامها كتير. ايه اللي حصل؟ طب يعني هل الان اصبح الصوت الزاعق واللي يقف كده في برلمان ولا في بتاع يسقط؟ طب انا اقدر اقول يسقط؟ بس استاذ مصطفى وانت تقدر هو اسمحي لي يعني هو الجيش بيعمل حاجه لحد؟ هو المشير بيدافع عن نفسه؟ ده المشير ما بيدافعش عن نفسه. استاذ مصطفى المساله مش الاعلاميين بس اللي بيعملوا كده، ضيوف ايضا. سيدتي الفاضله، انت لو مشيتي في ميدان العباسيه هتلاقي كل الشعارات يسقط المجلس العسكري، المطلوب اعدام المشير. لو انا بقى موجود بحكم همسح الكلام ده، هيكتبوه همسح تاني، واجيب اي حد يهين احاكمه، واي حد يخترق البلد احاكمه. انما انا بسال سياده المشير، وانا راجل بقدره وبحترمه كرمز وكدوره في الثوره وكدوره في حرب اكتوبر 73، لكن انا بسالك يا سياده المشير، هل انت راضي على الاهانات التي توجه لك وتوجه للعسكر للجيش معذره العسكر يعني المرتزق؟ هل انت راضي؟ لو انت مش راضي ما بتاخدش اجراء ليه؟ احنا مش راضيين يا سياده المشير، واحنا دمنا بيتحرق على جيشنا، لكن يؤسفني القول انك ساكت ومش عايز تتحرك ومش عايز تاخد موقف. وبقولها لك البلد هتضيع، لازم تاخد موقف، مصر هتضيع، لازم تنزل وتحاكم اي حد يتطاول على البلد او مؤسسات البلد. اي حد يخرج على القانون لازم تاخد قرار. استاذ مصطفى التاثير على الراي العام، يعني حضرتك ذكرت الاعلاميين والطبطبه نفس الضيوف ادائهم اختلف، يعني في 3 شهور الاخيره الاداء اختلف. يعني كان دايما الضيف من الممكن ان يكون معارضا وهذا حقه طبعا وبيكون لديه الحجه،
فجأة نجد أن الضيوف حتى عندما يتحدثون مع بعضهم البعض يسخرون من بعض، يتطاولون على بعض، وفكرة الطبطبة ليست في الإعلام فقط وإنما أيضا في الضيوف. يا سيدي الثقافة السائدة الآن أيوة. يعني ثقافة لم نعهدها لا في المؤيدين ولا في المختلفين. من حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه، من حق كل إنسان أن يدافع عما يعتقد أنه صحيح، لكن أنا عايز أقول إن في خطوط حمر. الكيان الوطني خط أحمر، مؤسسات الدولة خط أحمر. التطاول على الرموز، التطاول مش النقد، التطاول. أما أنت النهاردة تيجي وتستهين بالشيخ محمد حسان بازشك، أنت تجرحني أنا يا أخي لما تدي لفظ لشخصية كبرت أم صغرت وتسميها كذا أو كذا. أنت تجرحني أنا عشان أحافظ على بلد زي مصر لازم أفعل القانون. الذين يتصورون أن البلد إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنا بقولها لكم للتاريخ، وأنا ما حدش هيزايد على موقفي من الجيش ولا منكم، بس بقولها لكم إذا استمر الحال هكذا لن تجدوا بلدا تسلمونه، وستكون في رقبتكم أنتم قبل الآخرين. ولازم تسمعوا الكلام ده كويس قوي. والشارع بيقول الكلام ده يا مجلس يا اخوات مسلحه، الشارع بيقول الكلام ده، بيقول فين الجيش؟ استاذ مصطفى انا عاوز اقول لحضرتك ازمات ومشاكل في البلد، ان جموع الشعب المصري كله بترفض في مجملها اهانه الكبير. الكبير ده مثلا في المدرسه، في المنزل، في المؤسسه، لكن اصبح التطاول على الكبير البعض بيفسره او بيتصور نفسه انه بطل. ايه اللي اغرى ده؟ ايه اللي اغرى بالناس انها تعمل بهذا الشكل؟ التعامل بهدوء وليونه. انا او بلياقه. انا مع القانون. انت شتمتني، بيني وبينك القانون. صحيح. فاهمني؟ لما اجي هنا ويتشتم عساكر من اللي واقفين تحت اللي هم ابطال، والله يا رجاله اي جندي انا اقف واضرب تعظيم سلام لاي جندي في الشرطه او في الجيش، لاي شويش، لاي فرد. الناس دي هي اللي بتحمينا، هي اللي بتدافع عن البلد دي. والله لولا الجيش لسقطت مصر، لولا الشرطه لسقطت مصر. عايز اسال حضرتك حاجه مهمه جدا. حضرتك ذكرت ان اللي خطط لخريطه الشرق الاوسط الجديد وتقسيم مصر ما يعرفوش الشعب المصري. طب دول مش مننا فينا. من يقود ويقول الثوره مستمره الان وهم كثروا خلاص. لما دعوا للاضراب العام والعصيان المدني، لما بيكون هناك خطاب اعلامي هم لا يرون انه صادم، هم ما بيشوفوش ده، وفي الاخر عندما يحدث فقدان لارضيه يقال ان الاعلام هو الذي يشوه صورتنا، ليست الخطب، ليست التصريحات. طب هم دول كمان مش عارفين طبيعه الشعب المصري، هم منهم يا استاذ مصطفى. بص الثوره يجب ان تستمر، لكن كيف تستمر الثوره؟ أيوة. هل تستمر بالفوضى؟ هل تستمر بحرق المؤسسات؟ في الخطاب هل تستمر بهذا الخطاب الذي نراه والذي لا يعير ثوابت الوطن اي قيمه؟ يا سيدتي كل المجموعات اللي بتتكلم دي محدش ادان الموقف الامريكي من مصر. محدش قال والله الشيخ محمد حسان والمصريين العظام دول قادرون على ان يضمنوا انهم يجيبوا اضعاف ما ناخذه من المعونه الامريكيه. صحيح. انا ما سمعت الصوت بيصرخ من اجل فلسطين ولا من اجل لبنان ولا من اجل الامه. انا شايف الموضوع كله منكب، لازم نحاكم المجلس العسكري، لازم نعمل كذا. طب اللي عنده حاجه على المجلس الاعلى يروح، اطلعوا على النائب العام، مفيش مشكله في اي حاجه. لا، دي المشكله في حاجه بقى. المشكله ان لما تم استنهاض الهمه الوطنيه في خلال الاسبوع الماضي ده، يعني هم بدأوا يهينوا هذه المبادرة طبعاً الكريمة. طبعا بدل ما يدعموها بدأوا يهينوها. أنا عاوز أرجع مع حضرتك تاني لموضوع الإفراط في القوة اللي وصلت لها أمريكا ومخططها المعلن في 12 يناير 2012. وعلى موقع مركز الأبحاث العولمة في أمريكا حديث كبير لهنري كيسنجر أشهر وزير خارجية في تاريخ أمريكا، اللي قال علينا منذ سنوات طويلة نحن نريد مصر هكذا طافية، لا هي غرقة ولا هي راسية على بر. جه بعد هذه السنوات الطويلة في 12 يناير هذا العام وقال نحن نستعد للمعركة الأخيرة، وبسقوط مصر تبدأ المرحلة الأخيرة والحرب الأخيرة، وعلى أثرياء الأمريكان أن يجهزوا نفسهم لهذه المعركة الأخيرة ويتجهوا للريف ويخزنوا السلاح ومن يملك النفط والغذاء. وحديث طويل جدا وثابت على لسان هنري كيسنجر، وقال من لم يسمع طبول الحرب تدق فهو بالحتم أصم. فالكلام واضح ان اسرائيل دراعهم وبعض او دوله خليجيه بالتحديد صغيره بتحاول تبحث عن دور في مصر هنا
متوهمه ان دور مصر بيتقزم وهي واهيه. فالمخطط معلن، الافراط في القوى جعلهم يصرحوا اهو في 12 يناير يا فندم. استاذ خالد، فشلوا في تدمير الشرطه، كان مطلوب تدمير الشرطه صحيح. وانهائها. انا سعيده ان حضرتك قلت كده، لان الناس فاكره انها دمرت، وده شيء بيتقال الشرطه سقطت، وهذا غير صحيح. الشرطه لم تسقط، الشرطه فيها رجاله، والشرطه فيها ناس عندها ايمان بالبلد دي، والذين كانوا يدافعون عن الشرطه عن وزاره الداخليه امام الهجمه، لا وحتى هم الجنود ابطال، والمواطنين معهم يستحقوا اوسمه. من يدافع عن مؤسسه وطنيه هو بطل، ولو سقط هو ده الشهيد، والتاني مش شهيد. لما تيجي تحرق مؤسسه انت مش شهيد، وهذا قالوا يمكن الشيخ نصر فريد واصل بشكل واضح ومحدد. صحيح. اللي انا عايز اقوله، بعد ما فشلوا اصبحوا الان يوجهون سهامهم نحو القلب الصلب. الجيش عمود الخيمه، المؤسسه الوطنيه التي وقفت بكل قوه مع ثوره ال25 يناير ضد الرجاله اللي صنعوا اكتوبر 73 واللي صنعوا حرب الاستنزاف، واللي كانوا دائما لا يعرفون شيئا في هذه الدنيا غير الوطن، غير التراب الوطني. المؤسسة دي رفضت انها تنحاز الى الرئيس السابق، وانحازت الى الثورة. وزي ما قال فريق عنان، يمكن كنا في زيارة وفد مجلس الشعب من كام يوم والتقينا السيد مشير والسيد فريق سامي عنان، قال لو انتصرت موقعة الجمل لعلق كل اعضاء المجلس الاعلى 19 اللي البعض بيسميهم اعداء مصر دول، لعلقوا على باب زويلة. انا ما اعرفش جاب حكاية اعداء مصر منين. ايوه، انت مين وعايز ايه بالظبط؟ ايوه هو اللي بياخد موقف وطني محترم يبقى عدو مصر. هنتكلم بقى نقول في اخطاء، اوكي وارد في اخطاء، المجلس العسكري ده مش منزه، في اخطاء، في ارتباك، في اي حاجه، لكن تعالى حط المساله في اطار ظروفها. مشير لا عايز يبقى رئيس جمهوريه ولا عايز يطول الفتره الانتقاليه، كان عايز يمشي من زمان، عملها 6 شهور من الاول. ايوه. وبعد شهرين هيتاكد صحه كلامي ده تمام.